يا اهلا بقى ناس في قناة اقوى افلام. فيلمنا بيبدأ مع سونيك وهو بيجري من الدكتور ايجمان في شوارع امريكا، وبنكون مش عارفين ايه الهدف من المطاردة دي. وبنشوف سونيك وهو لسه صغير وبيجري في العالم بتاعه اللي بيكون جزيرة معزولة في وسط البحر، وبيكون عنده قوة خارقة اتولد بيها، وده اللي بيخلي الاشرار طمعانين في السيطرة عليه وعلى قوته. ولما بيوصل للبيت المربية بتاعته لونج كلو بتقول له تاني انت لا سونيك ما بتفهمش يلا ولا في دماغك، ما تستعرضش قوتك دي عشان الكل هيطمع فيها وهيأذوك. فبيقول لها عيب عليك يا حاجة ما تقلقيش الامن مستتب ومحدش شافني وانا بجري. وبيكون لسه هيكمل كلامه وفجأة بيهجم عليهم مجموعة من الاشرار المقنعين، ولونج كلو بتقفل الباب بسرعة قبل ما الاسهم تخرم سونيك، وبتاخده وبتحاول تهرب بيه، وبيحصل بينها وبين الاشرار المقنعين مطاردة، واللي بتنتهي بانها بتاخد سهم في جنبها وبتقع على الارض. وبسرعة بتستعمل خاتم بيفتح لها بوابة لعالم تاني، وبتطلب من سونيك انه لازم يروح العالم التاني ده علشان يكون في امان من الاشرار، وبتديله كيس من الخواتم يقدر يستعملها في التنقل لاي مكان وقت الخطر. ولما بيرفض بتدخله جوه غصب عنه، ولما بيحاول يرجع لها بسرعة البوابة بتتقفل، وبنعرف انها ضحت بحياتها علشانه. وبيعدي 3 سنين على الموقف ده، وبيكون سونيك عايش في مدينة اسمها جرين هيلز. وكانت من اكتر الحاجات اللي كان بيسلي بيها يومه هو ان كان بيحب يهزر مع الضابط توم اللي بيكون ماسك رادار السرعة في ايده. من الملل بيقيس سرعة سلحفة بتعدي الطريق، وسونيك بيعدي من قدامه بسرعة ولكن مش بيشوفه. ولما بيبص على الرادار بيكتشف انه سجل 269 كيلومتر في الساعة، انما سونيك مش بيعجبه الرقم ده، وبيعدي تاني بسرعة والجهاز بيسجل 300. فبيتبسط سونيك انه كسر الرقم القياسي بتاعه لاخر مرة. والضابط بيفتكر ان جهاز قياس السرعة اللي معاه باظ، وبيطلع يبص بره ولكن بيشوف شوكة شكلها غريب واللي بتكون وقعت من جسم سونيك وهو بيجري. وبيكون سونيك عاش ال3 سنين دول في المدينة متخفي وبيراقب سكان المدينة من بعيد لبعيد، وكان حاببهم جدا. وبتكون في عربية هتخبط السلحفة فبينقذها سونيك، وبيقول لها بقى انا هخليك تجربي تجربة عمرك ما كنت تتوقع انها تحصل لك. وبيجري بيها بسرعة والسلحفة بتكون مبسوطة من الفسحة دي، يعني مش قوي يعني. وبعدها بيرجع للمخبأ بتاعه واللي بيقضي فيه اغلب وقته من تمرين وقراءة ولعب. وهو بيلعب بيوقع كيس الخواتم، وبيبدأ يفتكر لونج كلو لما ضحت بحياتها علشانه، وكمان بيفتكر وصيتها اللي بتقول فيها لو اتعرض للخطر يروح لأي كوكب تاني امان. وبيكون من أأمن الكواكب دي هو كوكب المشروم، اظن باين من اسمه يعني، كوكب كله متغطي بفطر المشروم العملاق، ولكن هو بيكون مبسوط بوجوده في المدينة وحاسس بالأمان. وبالليل بيحب يعمل مقلب في واحد من سكان المدينة في المزرعة بتاعته، واللي بيكون متأكد ان مفيش حد هيصدقه. وفعلا الراجل العجوز بيروح مركز الشرطة والكل بيتريق عليه وبيقولوا ان مخه فوت. وسونيك مع انه بيمتلك قوة خارقة مش موجودة عند حد ولكنه بيحس بالوحدة، فبيروح يتفرج على مجموعة من الولاد وهم بيلعبوا بيسبول، وبيتمنى انه في يوم من الايام يقدر يلعب معاهم، بس بيفتكر ان صعب حد يتقبله واكيد الكل يا هيخافوا منه يا هيستغلوه. فبيستنى لغاية ما بيمشوا وبيبدأ هو يلعب مع نفسه، بمعنى ان هو اللي بيحدف الكورة وهو اللي بيستلمها، عمل فريق كامل لوحده. بس برضه بيحس بالوحدة وبيتضايق جامد، وبيفرغ غضبه الزايد في الجري بأقصى سرعة ليه في الملعب. ومن سرعته الزايدة بيقدر يعمل حقل مغناطيسي قوي، وبيتسبب في انفجار كل الإضاءات اللي موجودة في المكان، وبيتقطع النور عن المدينة بالكامل. وفي نفس الوقت توم بيتفاجئ ان الشوكة اللي معاه بتنور جامد، وبيكون مش عارف ايه السبب في كده. وفي مكان تاني بيحصل اجتماع مفاجئ لكل القيادات، واللي بيصرح فيه العقيد ان حصل انفجار مغناطيسي قوي في البلد، واكيد ان الموضوع ده متدبر ليه. وباقي الضباط بيقولوا مش ممكن يكون اللي حصل ده هجوم ارهابي، ولكن العقيد مش بيقتنع، وبيعرفهم انهم للاسف هيضطروا انهم يحتاجوا للدكتور ايجمان، وده بقى عالم مجنون وهو الوحيد اللي يقدر يجيب التيتا والسبب الانفجار. وبيوصل الدكتور ايجمان للمكان اللي فيه الانفجار، وبيستعرض عضلاته على قائد الجيش اللي موجود هناك، وبيقول له ما كنتوش بتسألوا عليا زمان، دلوقتي احتاجتوني، دلوقتي بقت البريمو. وبيطلع الدرونز اللي بتقدر تعمل مسح للمكان بالكامل. وبيقدر يكتشف ان في اثر لقدم كائن غريب مش تبعنا، يعني اللي هو ولا انسان ولا حيوان. وسونيك في الوقت ده بيكون عارف ان الحكومة بالعالم المجنون بدأوا يدوروا عليه، وعاجلا ام اجلا هيقدروا يمسكوه. فبيجيبها من قصرها وبيلم كل هدومه، وبيروح للجراج بتاع توم، وبيرمي الحلقة اللي هيتنقل بيها لكوكب فطر المشروم. بس قبل ما يعمل كده بيدخل عليه توم، وبيتصدم سونيك وبيقول له مساء الخير، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ خدت الصدمة بقى.
خدت الصدمة. فبيخاف منه وبيضربه بحقنة مخدرة بتفقده الوعي، وهو بيقع خلاص بيقرا كلمة سان فرانسيسكو اللي بتكون مكتوبة على التيشيرت بتاع توم، فبتتفتح البوابة وبتقع منه كل الخواتم فوق ناطحة سحاب في سان فرانسيسكو وبيغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقي توم حبسه في قفص عصافير، فبيقول له انت مش لاقي غير قفص عصافير تحبسني فيه؟ شايفني بصوصو انا انفد يا عم الحاج. فتوم بيتصدم لما بيلاقيه بيعرف يتكلم زينا، ولما بيهدى بيقول له انا مش هسألك انت ايه وبتتكلم ازاي، انا هسألك سؤال واحد بس، انت كنت بتعمل ايه في المخزن بتاعي؟ فبيقول له سونيك بكل اختصار لانه مكان امان، وبعدين انا كنت براقبك الفترة اللي فاتت وعارف انك كل فين وفين لما بتنزل المخزن، حبكت بقى انك تنزل دلوقتي وتعمل العبط اللي انت عملته ده. وفي وسط كلامهم بيشوفوا الاتوبيس بتاع دكتور ايجماند بيقرب عليهم بعد ما اكتشف ان في اثار رجلين سونيك في حديقة توم. فسونيك بيقول لتوم بيدوروا علي، انت لازم تساعدني يا توم. فتوم بيقول له انا مالي يا عم، اخبيك ليه ولا اساعدك ليه؟ فسونيك بيتحول عليه وبيقول له ده بسببك وقعت كيس الخواتم فوق ناطحة سحاب في سان فرانسيسكو، لو كمان الحقنة اللي انت رزعتها لي في رجلي مخلياني مش قادر استعمل قوتي الخارقة ولا اجري حتى اشوف. يا عمود يا فقري. ويقول له خلاص مصدقك والله. وفعلا توم بيساعد سونيك وبيخبيه في مخبأ سري تحت البيت، وبيطلع لدكتور ايجماند وبيقول له في حاجه اخ. فالدكتور بيقول له اثر يا توم اثار الكائن موجوده في الحديقه عندك. فتوم بيترب كده ومش بيرضى يدخله البيت، فبيدخل الدرونز بتاعته وبتبدا تدور على سونيك بالاشعه، وسونيك بيقول ما بدهاش بقى وبينط من ما بين الكور اللي كان مستخبي وسطها وبيحاول يهرب. ولما الدكتور بيسمع الصوت بيزق توم وبيدخل البيت بسرعه، فبيلاقي راكون بياكل وبيفتكر ان هو اللي عمل الصوت. ولما بيكون خلاص هيمشي بيشوف شوكة سونيك فبياخدها وبيفرح وبيقول لتوم اسمع يا ابني، لو ما طلعتش الكائن دلوقتي هوريك العين الحمراء. لا هو حرفيا بيوريك العين الحمراء. اما في الوقت ده سونيك بيكون مستخبي تحت الترابيزه وبيخاف على توم، فبيطلع للدكتور ايجماند اللي بيتخض اول ما يشوف انفد بيتكلم. ووقتها توم بيستغل الفرصه وبيضربه في وشه وبيطلع يجري. واول ما بيركبوا العربيه سونيك بيحكي له قصته من اولها، وانه لازم يروح معاه سان فرانسيسكو ويجيب الخواتم ويهرب بيها الكوكب تاني قبل ما يخلصوا عليه او يستغلوا قوته الخارقه في الشر. فتوم بيقول له خلصت كلامك؟ وسونيك بيقول له يعني تقريبا. فبيفتح له الباب وبيقول له اتكل على الله يلا، وبيوصف له طريق غلط فبيروح بسرعه وبيرجع له تاني بيقول له هتمك انت تشتغل سونيك يلا. فبيركبوا معاه العربيه تاني بعد ما بيعرف ان سونيك هياكل دماغه ومش هيسيبه في حاله. وفي الطريق سونيك بيجوع فبينزل توم الاستراحه علشان يجيب له اكل، ولما بيرجع مش بيلاقيه موجود في العربيه وبيلاقيه بيهيص في حفله قريبه منهم. ولما بيروح له بيلاقيه بيكتب امنياته والحاجات اللي عايز يحققها قبل ما يمشي، ولكن بيكتشف انها حاجات كتير وبيزعل انه مش هيقدر يحققها كلها. وبيفضلوا يلعبوا مع بعض ويقضوا وقت ممتع لغايه ما بيجي لهم فرد من افراد عصابه وبيتنمر على سونيك، وبيكون فاكر انه لابس لبس تنكري وبيهربوا منهم بعد ما خلوا الحفله كلها تمسك في بعض. ولما بيحجزوا هما الاتنين اوضه في فندق توم بيفتح التلفزيون وبيكتشف انه مطلوب للعداله. ولما بينام سونيك توم بيشوف امنياته اللي لسه ما حققهاش وبيكتشف ان هو نفسه يكون عنده صاحب حقيقي. وبيقضوا الليله دي في الفندق، وتاني يوم بيكونوا في طريقهم لسان فرانسيسكو، وبيكون دكتور ايجماند قدر يحدد مكانهم وبيطاردهم وبيرمي عليهم خطاف جوه العربيه. وسونيك لما بيحس بالخطر قوته بتبدا تزيد فبيتدحرج باقصى سرعه عليه اتجاه العربيه وبيقدر يدمرها. وبيرقص جنب العربيه لانه اول مره يكتشف ان قوته بتظهر جامد وبتزيد لما بيتوتر او يتعصب. ويا فرحه ما تمت لانه بيكتشف ان في عربيه احتياطيه تانية جوه العربيه اللي دمرها سونيك بتجري وراهم، وسونيك بيدمرها هي كمان. فبيطلع من قلب العربيه دي موتوسيكل صغير فسونيك بيدمره هو كمان. ولو هتقول لي خلاص المطارده خلصت هقولك لا، بيطلع من جوه الموتوسيكل روبوت على شكل دبانه وبيقص لهم سقف العربيه، ولما بيلمسها سونيك علشان يدمرها بيكتشف ان فيها قنبله وبتلزق في ايده، وتوم بيحاول يبعدها عنه فبتلزق في ايده هو كمان وبيساعد سونيك. والمره دي بيقدر يلزقها في حجر كبير جنب الطريق، ولكن الحجر ده بيكون قريب من سونيك وبينفجر وبيغمى عليه. وبيشيله توم وبيروح بيه بسرعه عند خطيبته مادي، واللي بيعرفها على اللي حصل باختصار وبيطلب منها لو تقدر تساعد سونيك تساعده لان هي دكتوره بيطريه. وفعلا بتقدر تساعد سونيك وبيفوق. وفي الوقت ده بيكون دكتور ايجماند بيعمل اختبارات على شوكة سونيك وبيكتشف ان هي متخزن جواها طاقه كبيره جدا ولا محدوده. وفي الوقت ده جوجو بنت ريتشل بتشوف ان الكوتش بتاع سونيك مقطوع فبتجيب له كوتش تاني اللي مع الوقت هيكون مرتبط بشخصيه سونيك، او بيكونوا رابطين ام جوجو لان هي ست لكاكه ولو كانوا سابوها كانت فضحتهم في البلد كلها. وبيروح توم وسونيك ومادي للبرج اللي موجود في سان فرانسيسكو، وسونيك بيحطوه معاهم في شنطه سفر، والناس اللي معاهم في الاسانسير
الاسانسير بيخافوا منهم لان سونيك قال لهم ان الشنطه ريحتها وحشه، فبيفتكروا انهم خاطفين عيل صغير جوه الشنطه. ولما بيوصلوا للسطح بيلاقوا الخواتم، وبيكون سونيك لسه هيسلم عليهم علشان يخلع من الكوكب ده خالص. بيكتشفوا ان دكتور ايجماند محاصرهم بالدرونز بتاعته، وبنكتشف كمان انه استعمل الشوكه بتاعت سونيك كمصدر طاقه للمركبه الفضائيه بتاعته، وبيضرب عليهم نار. فسونيك بيقول لتوم وخطيبته واثقين فيا، ولسه كانوا هيقولوا له لا، بيرميهم من فوق ناطحه السحاب، وبيحصل هجوم قوي على سونيك من الدرونز والمركبه بتاعت ايجماند. ولكن في قذيفه بتضرب جنب منه، فبيدوخ وبيقدر ينط في اخر لحظه من فوق المبنى، وبيمسك خاتم من الخواتم بتوعه بيفتح بيه بوابه لتوم وخطيبته، وبينزلوا في المزرعه بتاعت الراجل اللي قالوا عليه مجنون في اول الفيلم، وبيقعوا على القش اللي في المزرعه ومش بيحصل لهم حاجه. وبتحصل مطارده شرسه بين الدكتور ايجمان وسونيك، وبتكون المطارده دي هي اللي احنا شفناها في اول الفيلم. وسونيك بيبدا يلم كل الخواتم اللي وقعت على الارض بسرعه، ويتنقل من عالم لعالم ومن مكان لمكان، سور الصين العظيم وباريس ومصر. وبيقدر الدكتور انه يصيب سونيك لما كان بيجري فوق هرم خوفو، وبيفتح بوابه تانية قبل ما يقع، واللي بتنقله هو والدكتور لمدينه جرين هيل تاني. وبيكون في استقبالهم توم وخطيبته، واللي بيبداوا يدافعوا عن سونيك لان هو جاب اخره من المطارده، وكل المدينه بتتعاطف مع سونيك وبيكونوا عايزين يساعدوه. فالدكتور بيقول لتوم انا عايز اعرف انت بتحاول تساعده ليه، وتوم بيرد عليه وبيقول له ان سونيك ده اعز صاحب ليا، وهو كمان فرد من افراد العيله، ولو عايز تخلص عليه فانت لازم تخلص عليا قبل منه. ولما بيسمع سونيك كلام توم، واللي بيكون حقق له اخر امنيه هو تمناها، بيستجمع قوته واللي بتزيد عن اي مره هو استخدمها قبل كده، وبتدور حرب ومطارده شرسه بين سونيك والدكتور، اللي بتنتهي لما توم بيحدف خاتم بيفتح بيه بوابه لكوكب الفطر العملاق. وسونيك ساعتها بيزق الدكتور بالمركبة بتاعته لهناك، وبكده يكون الدكتور تم نفيه للأبد. وبعد كل اللي حصل ده، توم بيفاجئ سونيك وبيعرفه انه خصص ليه أوضة في بيته يقدر يعيش فيها معاهم براحته وكأنه فرد من أفراد العيلة. وفي آخر الفيلم بنشوف الدكتور إيجماند وهو لسه ماسك الشعراية بتاعت سونيك، وبيقول انه هيقدر يمسك سونيك حتى لو الموضوع ده كلفه حياته، ويستغل قوته لصالحه. وفي مدينة جرين هيلز بيكون عمدة المدينة بعت اعتذار لتوم وانه فهمه غلط، وانهم كانوا غلطانين لما اعتمدوا على الدكتور المجنون ده، واللي تسبب في دمار المدينة اكتر من الدمار اللي سببه سونيك. وبنبتدي الفيلم بدكتور ايجمان وهو موجود على كوكب المشروم بعد ما نفاه سونيك لهناك، وبيبان ان الوحدة ما اثرتش عليه خالص، لدرجة انه بيلعب شطرنج بالفطر الصغير مع انعكاسه، وكمان بيكون اخترع قهوة من الفطر وطعمها اسطوري بمعنى الكلمة. واكيد ما قعدش ال 243 يوم دول يلعب شطرنج ويشرب قهوه. دكتور ايجمان كان لسه عنده امل انه يرجع لكوكب الارض تاني علشان يسيطر على قوه سونيك، وفعلا بيخترع اختراع فوق نبته كبيره من الفطر وبطريقه بدائيه جدا علشان تفتح له بوابه لكوكب الارض. وهتقول لي هيجيب مصدر الطاقه منين؟ هقول لك مش شوكه، يعني عنده حاجه غيرها. وقبل ما يوصل الجهاز بالكهرباء بيقول انا حاسس ان الجهاز ده هينفجر زي كل مره، والصدمه الغير متوقعه انه بينفجر زي كل مره. من قوة الانفجار إيجمان بيطير بعيد، والانفجار ده بيقدر يعمل إشعاع قوي بيدي إشارة للكوكب اللي كان عايش فيه سونيك الأول، وبتتفتح بوابة من هناك وبنشوف 2 جنود طالعين منها، وبتكون نيتهم مش خير نهائي. وأول ما بيقربوا من الشوكة اللي في إيد إيجمان اللي بيكونوا فاكرينه مات من الانفجار، بيفوق فجأة وبيشغل الأفخاخ اللي كان محضرها علشان يدافع بيها عن نفسه، وفعلا بيقدر يخلص على الجنود بسرعة. ولما بيشوف السكة سالكة قدامه والبوابة لسه ما قفلتش، بيطلع يجري عليها بسرعة علشان يهرب من الكوكب الملعون ده. بس يا فرحة ما تمت، علشان بيلاقي كائن غريب شبه سونيك لكن اكبر واقوى بيطلع من البوابة دي، وبيقول له انت منين جبت الشوكة دي؟ والاهم من ده، هو انت بتستعمل ايه روتين شنبك؟ قال له روتين شنبي؟ بقول لك ايه، انت ليك تعرف الشوكة انا جبتها منين، ولكن مالكش دعوة بروتين شنبي، انا بقول لك اهو. فبيقول له خلاص يا عم انجز، جبت الشوكة منين؟ وهل تقدر توصلني بصاحبها؟ وانا ساعتها هقدر احررك من هنا. فبيتفقوا سوا ان الدكتور ايجمان هيحدد مكان سونيك ويتحدوا هما الاثنين علشان يمسكوه. وهنعرفه بقى مع الوقت ايه اللي مخلي الانفد اللي اسمه ناكلز يدور على سونيك مع انه اقوى منه بمراحل، يعني مش محتاج قوته في حاجه. وفي مكان تاني بنشوف مطارده بتحصل بين الشرطه ومجرمين سرقوا البنك، وبنشوف سونيك وهو واقف فوق المبنى وبيشوف كل اللي بيحصل، فبيعمل استرتشات لعضلات رجليه وبياكل سندوتش الصدق، وبيقول استعنا على الشقه بالله وبيشارك في المطارده. وبسبب سرعته الخارقه في اقل من ثانيه بيكون جوه عربيه الحراميه، وبيضرب الاثنين اللي فيها وبيسوقها بنفسه،
وبيفسحهم شويه بيها، والفلوس كلها بتطير من العربيه ومفيش مشكله، كده كده هيلبسها الحراميه. وبيكون معاهم رهينه في العربيه واللي بيقول له ركز وخد بالك علشان في قنابل في العربيه. فسونيك بيرد عليه وبيقول له ما تقلقش، اخوك سواق قديم وبعدين القنابل دي فيستك ومش شغاله، احنا في امان. فبتشتغل وسونيك بيقول له معلش والله انا عيل صغير، انا بسحب كلامي وكلنا هنموت. وبيحاول يوقف العربيه بسرعه بس بيلاقيها ما فيهاش فرامل، فبيرمي القنابل في عربيه الزباله، بس بيسمعوا صوت قنبله تانية والمره دي بيرميها في الصرف الصحي. وبيلاقي قدامه محل ايس كريم، فبيفكك العربيه كامله قبل ما يوصلوا لهناك. والشرطه بتقبض على الحراميه بعد ما القنبله بتفجر مواسير الصرف الصحي كلها. وسونيك بيطلع فوق عماره كبيره وبيستعرض قوته لاهالي المدينه وبيقول لهم لا داعي للشكر، المدينه هتفضل في امان طول ما البرق الازرق موجود. فالرهينه اللي كان موجود معاهم بيقول له كتك خيبه، ده انت دمرت المدينه اكتر من التدمير اللي كان هيعمله المجرمين. وفي تاني يوم بيرجع لمدينه جرين هيل وبيتسلل وبيدخل اوضته اللي في السقف بعد ما قضى ليله كامله في المطاردات مع الشرطه. وبيبص على الخريطه وبيشوف الريشه بتاعت البومه اللي ربته لونج كلو، وبيبدا يفتكرها ويفتكر اليوم اللي ضحت بحياتها علشانه، ويقول لها انه كان نفسه تكون عايشه علشان تشوفه وهو بينقذ المدينه. ولما بيكون لسه هيروح في النوم بتكبس عليه مادي وبتفكره بانه كان واعد توم انه كان هيخرج يصطاد معاه النهارده، وفعلا بيروح معاه وبينام على نفسه في المركب وبيقع في الميه. وساعتها بنعرف ان سونيك مش بيعرف يعوم، بس توم بيقدر يطلعه من الميه بسرعه، وبيعرفه ان عارف انه طول الليل في مطاردات مع الشرطه، وبيعرفه انه دمر المدينه وان الاحسن ليه انه يسيب المطاردات دي للشرطه، وده علشان انه شايفه لسه صغير على شغل باتمان اللي بيعمله ده. وفي الاول مش بيقتنع بكلامه، بس في النهايه توم بيقدر يقنعه بالفكره وبانه هيحتاج وقت اطول انه يتعلم ازاي يقبض على المجرمين باقل خسائر ممكنه. وتوم ومادي بيكونوا مسافرين هواي علشان يحضروا فرح ريتشل اخت مادي، وسونيك بيعمل لهم مطار على الضيق وبيفتح لهم بوابه بتوصلهم لهناك، وبيدي لتوم خاتم من خواتمه علشان يقدر يرجع بيه تاني. واول ما بيمشوا سونيك بيستغل الفرصه وهو انه هيقعد في البيت لوحده لمده يومين، وبيبدا يعمل كل اللي هو عايزه لدرجه انه بيسكيت في البيت وبيعمل البيت حلبة سباق. وفي اخر المدينه بتتفتح بوابه زي البوابات اللي سونيك بيفتحها، وبيظهر منها ثعلب صغير واللي بيكون اسمه تيلز، وبيكون ماسك جهاز في ايده بيحاول يحدد بيه مكان سونيك. وفي الوقت ده سونيك بيجيله اتصال من توم، فبيروق البيت بسرعه وبيرد عليه، وقتها بيعرفه ان كل شيء تحت السيطره وبيقفل معاه. وتوم بيروح يتعرف على خطيب ريتشل، بس بيتفاجئ لما بيزعق معاه وبيقول له بعد ما دمرت عربيتها وربطتها في الكرسي جاي تحضر فرحها يا بجحتك يا اخي. بس في الاخر بيطلع بيهزر معاه ومش بيقول غير حاجه واحده حقيقيه، وهي ان ريتشل فعلا مش بتطيقه، وبتيجي على السيره وبتسلم عليه وبتقول له في ودنه لو الفرح باظ بسببك انا هستعمل سكينه التورته بطريقه ما اظنش انها هتعجبك. وسونيك والكلب بتاعه اوزي بيكونوا قاعدين بيتفرجوا على فيلم ومش بيلاحظوا ان في بوابه اتفتحت جنبهم، وبعدها النور بيقطع عادي تخفيف احمال. فسونيك بيستغل الفرصه وبيبدا يخوف اوزي، بس النور بيبدا يرعش فسونيك نفسه بيخاف لما بيسمع صوت تخبيط مرعب على الباب، ولما بيقرب منه بيلاقي الدكتور إيجمان واقف في وشه وبيقول له مفاجأة صح؟ فسونيك بيتصدم انه قدر يهرب من كوكب الفطر العملاق، ولما بيقرر يهاجمه بيلاقي قنفذ تاني قدامه لونه احمر بيصد ضربته وبيضربه ضربة قوية بيخرم بيه الجدار، وبيكون باين جدا فرق القوة بين الاتنين. وبينعت سونيك بالضعيف فسونيك بيحاول يضربه تاني، بس ناكلز بيكون اقوى منه وبيطيره بره البيت بالشكل ده. وسونيك بيقول له مش هتقدر تاخد قوتي، فناكلز بيقول له قوة يا ابو قوة، انا عايز منك حاجة تانية خالص. وسونيك مش بيسيبه يكمل كلامه وبيجري عليه بسرعة، بس بيتفاجئ ان ناكلز فعلا مش محتاج قوة سونيك لانه قدر يوقفه وبايد واحدة، وبقبضته التانية بيقدر يضربه ويوقعه على الارض، وبعدها بيثبته في شجرة وبيقول له ما كنتش متوقع انك تكون ضعيف بالشكل ده، بس مش مهم. وبيسأله عن المكان اللي مخبي فيه حجر الزمرد الاعظم، فسونيك بيقول له انت اكيد جاي لحد تاني، والله ما عارف انت بتتكلم على ايه. وناكلز بيفهمه ان اجداده كلهم ماتوا في حرب دارت بينهم وبين قبيلة لونج كلو البومة اللي ربت سونيك وهو صغير، وان هو المفتاح لحجر الزمرد الاعظم. وبيكون لسه هيضرب سونيك تاني ولكن بتخبطه عربية شرطة واللي بيكون سايقها تيلز، وبيقول لسونيك اركب على طول. ولما سونيك بيركب تيلز بيعرفه بنفسه، بيعرفه ان هو من اشد معجبينه، وبيعرفه ان ناكلز ده من اخطر المحاربين اللي ممكن يقابلهم في حياته، وكمان هو فاكر ان سونيك هو المفتاح اللي هيوصله لحجر الزمرد الاعظم او لحجر الزمرد الام، يعني هم بيقولوا عليه كده. ولما بيفتكروا انهم هربوا منه بيطلع واقف فوق العربية اصلا وبيخلع الباب، وتيلز بيقول
فبيقول لسونيك واثق فيا؟ فبيقول له اكيد لا، انا لسه مقابلك دلوقتي. فبيقول له وهو ده المطلوب، وبيوقع العربية من فوق الجبل. وفي اقل من ثانية بعد ما سونيك ظن انه هيموت بيلاقي نفسه طاير بمساعدة تيلز اللي طلع بيطير باستخدام ديله. وناكلز هو كمان بيقع من فوق الجبل، بس بيعرف يلحق نفسه في اخر لحظة وبيتعلق في الجبل. وبعدها بيجيله ايجمان واللي بيكون مش عارف يساعده، فبيبعت رسالة لمساعده انه يحضر نفسه علشان هيرجع للشغل معاه. وفي الوقت ده بيكون مساعده ستون قالب المختبر كافيتيريا، ومش قادر ينسى الدكتور ايجمان لدرجة انه كان بيرسم وشه على النسكافيه. فالزبون بيفوقه من احلام العصر اللي هو فيها دي وبيقول له يعني يا اخي فوق مش هيرجع. وفي الوقت ده بتوصله الرسالة بتاعت ايجمان، فبيطرد كل الزباين اللي في المكان بره وبيرجع المختبر زي الاول، وبيبعت لايجمان صاروخ واللي بيكون فيه مجموعة كبيرة من الآليين بتوعه. والدكتور بيتشيك وبيلبس الطقم بتاعه الجديد، وبيعمل سلم من الروبوتات وبيطلع عليه ناكلز بعد ما كان فاكر ان الدكتور عايز يقتله، بس بيكتشف انه عايز يعمل معاه اتفاق جديد. الزمرد وقت ما يلاقيه يستعمل بيه قوته انه يدمر سونيك، وقتها يقدر يستعمل الزمرد في اي حاجة تانية هو عايزها. وفعلا ناكلز بيوافق على الاتفاق لانه مش فارق معاه سونيك اصلا، عاش بقى مات مش قصتنا. المهم انه ياخد الزمرد. ووقتها سونيك بيكون مستغرب من موضوع واحد بس، وهو ايه اصلا الزمرد الام او الزمرد الاعظم ده، وان الدكتور ايجمان زمان كان عايز قوته. ازاي دلوقتي ناكلز قدر يقنعه ان في قوة زمرد، والقوة دي انا المفتاح بتاعها. ولما بيدور في الخريطة كويس فعلا بيشوف علامة للزمرد، فبيسيبها بسرعة لما بتنور، ووقتها بيطلع منها رسالة مسجلة من لونج كلو واللي بتقوله فيها انها قضت حياتها كلها تحمي الزمردة الام، وده لانها بتحقق اي حاجة يفكر فيها صاحبها، ولو وقعت في الايد الغلط هتكون دي نهاية العالم كله مش كوكب الارض بس. وبتعرفه ان هو كبر ولازم يستلم من بعدها المهمة دي، وهي حماية الزمردة من الاشرار. ولما بيفتح الخريطة بيظهر ليه المكان اللي لونج كلو مخبية فيه الزمردة، وبيكون المكان ده في سيبيريا. فبيفتح سونيك بوابة وبيقول لتيلز يلا بينا، فتيلز بيقول له ما تجمعش يعني انا كنت جاي احذرك مش هسافر معاك. المهم سونيك بيقدر يقنع تيلز في الاخر انهم هيروحوا المهمة سوا، وسونيك هيقدر يحميه. وفي الوقت ده بيكون وصل الدكتور ايجمان عند مساعده ستون، وناكلز بيسلم عليه جامد بعد ما استقل بقوته، وبيقبل انه يبقى مساعدهم الشخصي مرة تانية. وفي مكان تاني توم بيكون بيلعب شوية مع العريس واصحابه قبل الفرح، وبيبان انه محترف جدا في لعب الكرة الطايرة. أبكيت لا يا أستاذ سمير. وبنشوف البنت الصغيرة اللي هتقدم الدبل، فبيهزر معاها وبيطلع لها الدبلة من ورا ودنها، وبيكون مش عارف ساعتها ان الدبلة اللي اداها لها دي هي الدبلة اللي سونيك اداها له علشان يرجع بيها للبيت تاني. وفي الوقت ده سونيك وتيلز بيكونوا تايهين في سيبيريا، وده طبعا بسبب جهاز تيلز اللي ما كانش قادر يحدد بيه المكان لان المناخ كان سيء. وسونيك بيشوف انوار من على بعد، فبيقول لتيلز يلا بينا لهناك، بس تيلز بيكون قلقان وسونيك بيطمنه وبيقول له يا ابن عال ده مفيش اطيب من اهل سيبيريا. ولما بيوصلوا للمكان المنور ده بيطلع كافيه، بس الكافيه ده لامم كل عصابات سيبيريا والمسجلين خطر، قلت طيبين. وقتها بيطفوا الموسيقى اللي كانت شغاله، والكل بيبص لهم بسبب شكلهم الغريب، وفي راس سمكه بتتحدف قصاد منهم وبتقول لهم احسن لكم تخلعوا من هنا، بس مش بيسمعوا كلامها وبيقرروا يقعدوا على ترابيزه. ولما بتجيلهم النادله تيلز بيطلب منها اكل، ولكن الجهاز اللي معاه الله اعلم بيخرف وبيشتمها بدل ما يطلب منها اكل. وتوم بيكلم سونيك وبيساله هو فين دلوقتي، فبيعرفوا انه في البيت وقاعد بيتفرج على التلفزيون. وبنكتشف وقتها ان الدكتور ايجمان بيتابع تليفون سونيك، وناكلز لما بيشوف رساله سونيك بيصدق كلامه، بس الدكتور ايجمان بيقول له ان سونيك بيكذب، وبيقدر يحدد مكانه الحقيقي، وبيعرف ناكلز انه في شرق سيبيريا هو وتيلز. وبالكلام على سيره تيلز سونيك كان بيساله هو انت عرفت مكاني منين، فبيعرفه انه كان بيراقبه من يوم الانفجار لان قوه الانفجار وصلت لكوكبه هناك. وقتها فضوله بيزيد وبيكون عايز يعرف عنه كل حاجه، وده السبب اللي خلاه ينزل له كوكب الارض ويحاول يحذره ان الدكتور ايجمان رجع تاني. وبعدها بيتجمع عليهم كل عصابات سيبيريا لان الجهاز اللي في ايد تيلز اتعطل وبقى يشتم كل اللي موجودين في المكان، وكانوا خلاص هيرموهم في النار، بس الجهاز اخيرا بينطق كلمه صح وبيقول بيبونكا، وبيكون معنى الكلمه دي هي منافسه في الرأس، ولو كسبوا هيسيبوهم في حالهم، ولو خسروا هيرموهم في النار. ومنافسهم بيبهر الكل وهم ما بيكونوش عارفين حاجه عن نوع
نوع الرقص ده، وبيكونوا عايزين ياخدوا الخريطة ويهربوا من المكان، بس بيلاقوا ان الخريطة لازقة في رجل الراجل اللي بينافسهم. وسونيك بتجيله فكرة وهو انه يشغل زياد زوزو، وبيبدأوا يرقصوا فعلا على كلمات اغنية جابوا لنا حكومة، ورقصهم بيعجب الكل وبيكسبوا في المسابقة وبيسيبوهم في حالهم. ولما سونيك وتيلز بيقعدوا سوا، تيلز بيعترف لسونيك انه كان عايش في كوكبه وحيد، والكل كان بيتريق عليه لان هو مختلف، من حيث ان هو كان بيركز في موضوع الاختراعات بزيادة، وكمان لان هو عنده ديلين مش ديل واحد. بس بيعرفوا انه بعد ما شاف سرعته وقوته الخارقة وانه فعلا قدر ينقذ المدينة من دكتور إيجمان، اخده كقدوة ليه. ولما بتخلص العاصفة بيقدر تيلز انه يجيب احداثيات مكان الزمرد، وبيكون المكان هو كهف جوه جبل. وتيلز بيترجم الكتابات اللي على جدران الكهف واللي بتقول ان الزمردة الام مكونة من 7 زمردات موجودين مع بعض في جسم واحد، واللي هيقدر يمتلك القوة دي هيقدر يحقق بيها كل اللي بيتمناه. والقبيلتين بتوع البومة وناكلز بقالهم زمن بيحاربوا بعض بسبب ان كل قبيلة عايزة تستغل قوة الزمردة لنفسها، قبيلة ناكلز للشر وقبيلة البومة للخير. وبتنتهي الحرب بين القبيلتين بان قبيلة البومة بتقدر تاخد الزمردة الام وبيخبوها في مكان محدش يعرفه خالص. وسونيك اخيرا بيلاقي البوصلة اللي هتوصله لمكان الزمردة الاساسي، وناكلز والدكتور إيجمان بيسكتوا اكيد لا، بيحاصروهم بالروبوتات، والدكتور بيحدف عليه صاروخ، وسونيك بيقدر يصده وبيحدفه على ناكلز، وبيهربوا بسرعة هو وتيلز اللي بيهرب على الطاير، وسونيك بيتزحلق على الجبل، والروبوتات بتبدأ تطاردهم وبترمي عليهم متفجرات. وسونيك بيستغل سرعته في انه يتنطط ويجري بين الروبوتات قبل ما حتى تفكر تصيبه. ولما تيلز بيحاول ينقذه من ناكلز بيتصاب، وسونيك بتقع منه الخواتم من فوق الجبل، وبيقف قدام ناكلز اللي بيكون عايز ينتقم لعيلته كلها اللي ماتت في حربهم مع قبيلة البومة لونج كلو. ووقتها سونيك بيرجع يفتكر كل اللي حصل في اليوم اللي ضحت بيه البومة لونج كلو بحياتها علشانه، وبيقول لناكلز احنا الاتنين اتضرينا بسبب الحرب دي، مش لوحدك يعني. وبيكون لسه هيتأثر بكلامه، بس الدكتور إيجمان بيسرق منه البوصلة وبيطير هو وناكلز لبعيد. وقتها بيحصل انهيار جليدي في الجبل، فبيتصل بتوم بسرعة وبيوريله الوضع اللي هم فيه، وبيقول له يفتح بوابة بسرعة باستخدام الخاتم اللي هو اداهوله. وساعتها توم بيكتشف خيبته الكبيرة، وبيكتشف انه بدل الخاتم وقت ما كان بيهزر مع البنت الصغيرة. فبيروح لراندل واللي بيكون العريس وبيطلب منه بكل أدب واحترام انه يديله الخاتم، فاكيد بيرفض، فبيضربه بوشه وبياخد منه الخاتم بالطريقة الصعبة. وفعلا بيقدر يفتح بوابة لسونيك بتعديه هو وناكلز وكمية كبيرة من التلج اللي كانت كفيلة انها تبوظ الفرح وتغرق المعازيم تلج. وبنكتشف بعدين ان الفرح كله عملاء فيدراليين بما فيهم العريس نفسه، والفرح كله بيكون معمول علشان يقبضوا على سونيك، وفعلا بيتقبض عليه هو وتيلز وتوم. وفي الوقت ده البنت الصغيرة بتجيب شنطة تيلز المادي واللي بتلاقي فيها أسلحة كتير ومتطورة جدا، فبتقسم الأسلحة بينها وبين ريتشل أختها اللي بتروح تنتقم من خطيبها، واللي بتكون فعلا هتدوسه بعربية الجولف، بس بتغير رأيها لما بيتصعق مكانها من المأمور، فبتسامحه وبتخوف المأمور بالسلاح بتاع تيلز. وفي الوقت ده مادي بتقدر تضرب الحراس بالأسلحة اللي معاها وتقدر تحرر جوزها وسونيك وتيلز. وفجأة بيسمعوا صوت انفجار في نص البحر، وسونيك بيعرفهم ان بالشكل ده ناكلز والدكتور إيجمان قدروا يوصلوا لمكان الزمردة. وتوم ومادي بيكونوا خايفين على سونيك اللي بيقول لهم انه خلاص بقى قد المسؤولية ومفيش غيره دلوقتي اللي يقدر يحمي الناس من شر دكتور إيجمان. وبيستغل سرعته وخفة وزنه في انه يجري على المية، والموضوع ما كانش سهل نهائي لغاية ما اخيرا بيقدر يوصل للمعبد اللي موجود جواه الزمردة الام. ودكتور إيجمان وناكلز بيكونوا سبقوه لجوه وبتواجههم افخاخ كتير جدا، بس الدكتور إيجمان بيقدر يستغل الآليين بتوعه واستعملهم كفران تجارب، واللي كانت شغلتهم الشاغلة ان هم يتفجروا مكانه علشان يقدر يعدي ورا منهم براحته. مش قوي لان في افخاخ واسلحة كانت هتدمره هو وناكلز، بس بسبب تعاونهم واستعمال ناكلز لقوته بيقدروا يعدوا من اغلبهم. ودكتور إيجمان بيستعمل روبوت صغير جدا في انه يدله المكان الزمردة الام بشكل اسرع، وفعلا بيقدروا يوصلوا للمكان، بس بيلاقوا سونيك وقع عليهم فجأة من السقف وبيقول لهم كنتوا فاكرين انكم مش هتشوفوني تاني، انا صحيت. وناكلز بيقول له انت لا ما بتهمتش، وبيحصل بين الاتنين حرب شرسة جدا، وبقوة ناكلز بيبان في اوقات انه هيهزم سونيك، وفي وقت تاني وبسبب سرعة سونيك بيبان انه خلاص هيهزم ناكلز. وفي الوقت اللي بيكونوا هما الاتنين فيه مشغولين بضرب بعض، دكتور إيجمان بيطلع فوق عند الزمردة، وسونيك ساعتها بيشوفه وبيعرف ناكلز ان الدكتور إيجمان بيخون اتفاقهم. وناكلز بيقول له احنا ما اتفقناش على كده، فالدكتور إيجمان بيقول له انت المفروض تكون اعل شويه، يعني اتفاق ايه وضمير مين، احنا حراميه يالا، ولو انا ما كنتش غدرت بيك انت اللي كنت هتغدر بيا. وبياخد الزمردة وبيحصل انفجار قوي جدا بيخلي المعبد ينهار
الانهار وبتدخل الميه فيه من كل حته، والدكتور ايجمان بيقدر يهرب من المكان بسرعه باستعمال قوه الزمرده. وفي الوقت ده بيكون في عمود من عواميد المعبد بتقع على ناكلز وبيكون خلاص هيموته، والميه بتغمر المكان بالكامل. وعلشان سونيك مش بيعرف يعوم بيستعمل صخره صغيره جدا علشان ينزل بيها تحت الميه ويحاول يرفع العمود من فوق ناكلز. ولما بيفوق بيتعاونوا هما الاتنين، وناكلز بيتحرر وبيعوم لسطح الميه وبيسيب سونيك تحت اللي مش بيعرف يعوم وبيكون خلاص هيموت. بس ناكلز بيرد له الجميل وبيساعده انه يطلع بره الميه. ولما سونيك بيفوق ناكلز بيساله انت ساعدتني ليه؟ فسونيك بيقول له ان البطل عمره ما هيسيب حد يموت وهو بمقدرته انه يساعده. وبعدين بقى انت اللي مشخصنها، ما انا برضه اتضريت زيك بسبب الحرب اللي دارت بين قبيله البومه اللي اتربيت معاها وبين قبيلتكم، بس انا حاولت اتاقلم مع الوضع، غيرك انت اللي تعاونت مع اخطر شرير في المجره اللي ضحك عليك واستغلك. وبيتحدوا هما الاتنين اخيرا علشان يحاربوا الدكتور ايجمان. وقتها الجيش بيكون محاصر الدكتور ايجمان وفاكرين ان هما كده قدروا يكشفوا مكان مختبره ودمروا كل اسلحته، بس هو بسبب قوه الزمرده الام اللي بتحقق كل حاجه بيفكر فيها بدا يفكك الاسلحه والالات الحربيه والطيارات والقطر كمان علشان يبني وحش آلي مدمر يصعب هزيمته. وبيكون المتحكم الاساسي فيه هو اكيد الدكتور ايجمان بمساعده الزمرده الام. وسونيك وتيلز وناكلز بيكونوا راكبين طياره وفي طريقهم لانقاذ المدينه، او يعني اللي اتبقى منها. وناكلز بينط من فوق الطياره ومن بعده سونيك، وكل واحد بيستعمل مهاراته في انه يدمر العملاق الآلي ده. ناكلز بقوته وسونيك بسرعته وتيلز بديله لانه بيعرف يطير يعني وكده. طبعا بسبب احجامهم الصغيره مقارنه بحجم الآلي الضخم ده بيكون تاثيرهم ضعيف جدا عليه. حتى بعد ما سونيك قدر يمسك صاروخ ويرميه بقوه كبيره عليه مش بيحصل له حاجه. وبيعملوا شويه تغييرات في الخطه، وهي ان سونيك كده الدكتور ايجمان مش بيطيقه لانه حبسه مده طويله في كوكب المشروم، فتركيزه هيكون كله عليه وده المطلوب. فهيحاول يستدرجه لاي مكان بعيد شويه عن المدينه. وفي الوقت ده يكون تيلز وناكلز قدروا يدخلوا جوه جسم الآلي من غير ما يحس الدكتور، وفعلا بينفذوا الخطه وبيطير تيلز وناكلز وبيقدروا يدخلوا جوه الآلي. وناكلز بيعمل الواجب وبيضرب الدكتور ايجمان في بطنه، فبيطلع الزمرده من جوه وبتقع بره، بس بيرجع يتحكم تاني في الآلي حتى من غير وجود الزمرده، وده طبعا باستخدام التحكم اليدوي. وبيقدر يضرب سونيك بالليزر وبيدمره هو وكوبري اللي كان بيجري عليه. بس ايجمان بيكون ورا منه وهيدمره بالآلي العملاق، وبيكون خلاص هيدمره. بس توم ومادي في اخر لحظه بيساعدوا سونيك بالعربيه بتاعتهم، ولكن الآلي بيضرب العربيه وبيخليها تتقلب. وسونيك بيحاول يستعمل الجوهره علشان يحمي بيها المدينه، بس بيفوت الاوان والجوهره بتتفتت وبترجع لاصلها، فبيستسلموا للموت وبيمسكوا ايدين بعض، والجوهره بترجع تتفعل تاني وبتستعيد قوتها. بس الروبوت العملاق بيدوس عليهم كلهم، وساعتها بيفتكر ايجمان انه قدر يدمر سونيك وعيلته، بس بيلاحظ ان رجل الآلي بتترفع تاني، وسونيك شكله بيتغير تماما وبيبان عليه انه اقوى بكتير، وده بفضل قوه الزمرده الام. وبيطير لفوق وبيفصل راس الآلي علشان يتكلم مع الدكتور ايجمان راجل لراجل. وايجمان بيخاف منه وبيقول له ما تيجي نتفق اتفاق يا اسطى، يعني نتعاون كده. ووقتها بيكون بيحاول يلهيه علشان يدمره، بس على مين؟ سونيك بيكون اقوى من الراجل الآلي ده بمراحل، وبيقدر يدمر الآلي ويدخل مكانه ويطلع من المكان التاني لغايه ما بيدمر الآلي العملاق بالكامل، وبيزقه زقه بصبع رجله الصغير كده. فبيقع ايجمان وبيقول له تتعوض المره الجايه، مفيش مشكله يا عم عادي. ولما سونيك بينزل الارض تاني بلونه الجديد واللي بيكون ذهبي بيجري عليه توم ومادي علشان يحتفلوا معاه بالانجاز اللي عمله. بس ناكلز بيوقفهم بسرعه وبيقول لهم ان الزمرده غيرت سونيك وان مش ده سونيك بتاع زمان. وفعلا بيرفع ايده للسما وبتحصل عاصفه قويه، وبيقولوا روحنا في داهيه. بس بنكتشف انه عمل سندوتش صدق، وفعلا ان جيت لرايي فهو يعني بجد يستحق السندوتش ده بعد كل اللي عمله طول الفيلم. وبيطلع الجوهره من جوه جسمه تاني وبيرجع لطبيعته، وبيقول لهم انا مفيش حاجه اتغيرت، انا سونيك بتاع زمان يالا. وبيعيشوا كلهم مع بعض بعد ما توم ومادي زاد معاهم في العيله فردين جداد وهم تيلز وناكلز. وقبل نهايه الفيلم بنشوف ستون مساعد الدكتور ايجمان وهو بيدور عند الراجل الآلي، وبيكتشف ان الدكتور مش موجود في المكان ولا حتى موجوده جثته. وبنعرف وقتها ان الدكتور لسه عايش، واكيد هيكون في جزء قريب جدا من فيلم سونيك. تبدأ المسلسل بتذكير بسيط للي حصل في اول جزئين من فيلم سونيك، والمفروض يكون المسلسل ده داخل كده ومتعمق ومركز على الشخصيه اللي اتسمى بيها اسم المسلسل واللي هو ناكلز، واللي هنشوفه في فيديو النهارده يعني حاجه غير متوقعه بالمره، وهتفهموا قصدي في اخر الفيديو. وبيبتدي المسلسل واحنا بنشوف ناكلز وهو بيتدرب بقى وحركات، وبيجي الدكتور ايجمان الشرير يستغل ناكلز في البحث عن الزمرده الام من غير ما يعرفه بنواياه الشريره، وانه عايز يفقعها منه ويطلعه من المولد بلا حمص. والخدعه دي خلته يتصادم مع سونيك في معركه كبيره لدرجه انها
ممكن تقول اخدت نص الفيلم وقتها، وهو اصلا مش فاهم حاجه ومضحوك عليه. ولما بيعرف ان ايجمان اشتغلوا بيتعاون مع سونيك وتيلز ضد ايجمان علشان يرجعوا الزمردة اللي اتسرقت. وبعد كده بيحس بالوحده، وهو بقى راجل محترم ورجع اللي اتسرق وانتقم من اللي اشتغلوا، بس بقى وحيد. فبيقرر ينزل الارض تاني ويعيش مع سونيك وتيلز في بيت مادي وزوجها اللي انا مش فاكر اسمه دلوقتي، وبيعيشوا كلهم مع بعض زي النسكافيه 3 في 1 كده، يعني مش بينفصلوا عن بعض ابدا. وبتعدي الايام وبيبقى ناكلز قاعد على قمه منحدر، وبيلاحظ ان في مجموعه من الرجاله قدامه ورايحين على بيت مادي. فبياخد ديله في اسنانه وبيروح على هناك على طول، وبيمسك الناس ويعجنهم، وبعدها بيروح ياكل شيبسي تحت الشجره ولا كانه عمل حاجه. ولما بتخرج مادي بتلاقي ان عمال التصليح اللي كانت مكلماهم علشان يعملوا لها تجديدات في البيت كلهم متخرتقين خالص، واللي مربوط هنا واللي متعلق هنا، وحالتهم بالبلا. وبتحاول تتكلم معاهم شويه وتهديهم، بس الراجل بيقول لها انهم هيرفعوا عليها قضيه علشان الاهانه وقله القيمه اللي شافوها دي، وانهم ما كانوش يعرفوا انها بتربي حيوانات مفترسه جوه البيت، وبيسيبوها ويمشي. فبتبدا تمشي ورا الشيبس اللي واقع على الارض لحد ما بتوصل لناكلز وبتبدا تهزقه على اللي عمله في العمال. فبيجي سونيك ويقول لها خلاص والله يعني عندي انا دي، الراجل لسه جديد معانا على الكوكب ومش فاهم حاجه، فيعني ايه مشي له الدنيا كده، اديله فرصه عديها له. وبياخد ناكلز على جنبه ويقول له ابلع ريقك بقى كده، وبعدين ايه شغل النينجا والحروب اللي انت بتعمله ده؟ الكلام ده ما يمشيش معانا هنا لسبب بسيط، وهو ان احنا ملناش عداوات مع اي حد نهائي حاليا يعني، ولا في اي حد يعرفنا يا عم، احنا ساكنين في نص الغابه. فبيقول له خالص يا اخويا انا كده هسمع كلامك واقعد هنا واعتبر ان ما حصلش حاجه. وفي تاني يوم مادي بتكون واقفه تعمل سندوتشات بيض وجبنه لسونيك واللي معاه قبل ما يروحوا المدرسه، وبتسمع صوت عالي جاي من الصاله، ولما بتدخل تشوف في ايه بتلاقي ناكلز بيه عامل عرش من الحديد زي اللي كان موجود في جيم اوف ثرونز، وبيقول لها رايحه فين على الصبح يا هانم، انا راجل البيت هنا. بس هي مش بتهتم بكلامه لانها كده كده متاخره على الشغل، وبتروح تتصل بوايد علشان يوصلها، بس مش بيرد عليها لانه عنده بطوله بولينج وبيبقى متوتر جدا، وفي بنت صغيره اسمها سوزي عماله بتتريق عليه. فبيجي المدرب بتاعه اللي بيكون اسمه جاك بيقول له انت لازم تركز يعني ما ينفعش كده. فبيستجمع الراجل نفسه وبيرمي الكوره، بس للاسف بيخسر. فبيجي له جاك وهو متعصب ويقول له انت من النهارده بره الفريق وسوزي هتاخد مكانك. تخيل سوزي تاخد مكانك في اي حاجه عموما، منتهى الاهانه. ونرجع لناكلز اللي بيكون لسه عمال يتهزق بعد ما حول الجراج لحلبة مصارعه، وبيطلع يقعد شويه فوق مع نفسه، وبيطلع له سونيك ويقول له انا قلت لك ايوه عيش حياتك هنا ومفيش اشرار وبتاع، بس مش لدرجه انك تفك لها العربيه بالكامل علشان تعمل بيها كرسي لنفسك. المهم ان ناكلز لما بيقعد مع نفسه شويه بيكون حاسس انه عايش بلا هدف، وبيطلب من الاجداد يدلوه على الطريق الصحيح. ومعلش بقى خدني على قد عقلي، اقنعني ازاي هيساعدوك وكلهم ماتوا في الحرب اللي بينهم وبين قبيله البوم. المهم يعني على غير المعتاد بيجي له جد الله يرحمه بصوره وايد ويقول له الواد ده فاشل ومحتاج مساعده، وناكلز بينفذ على طول يا باشا، مفيش تفاهم في الحاجات دي. وبيهرب من البيت وبيجري لحد ما بيوصل لبيت وايد، وبيقول له بص يا نجم انا جاي هنا علشان ادربك علشان تبقى محارب قد الدنيا. فبيوافق وايد بسرعه وبيطلعوا هما الاثنين على مونتانا علشان يبداوا التدريبات هناك. قلت لك مفيش هزار في الحاجات دي. في الوقت اللي بيوصلوا فيه هما الاثنين لصاله البولينج بيكون في عصابه عايزه تتخلص من ناكلز، وبيكلموا صياد فضائي علشان يساعدهم، والمفروض يعني ان الصياد ده هو الدكتور ايجمان يعني تصنيع محلي. فبيقول لهم انهم محتاجين معدات خاصه علشان يقدروا يخلصوا عليه، وبيديهم شويه اسلحه فيها مستخلص لقوه ناكلز. واثناء ما ناكلز واقف مع وايد بيدربوا على البولينج بتظهر وراهم بوابه ضخمه وبيخرج منها اتنين معاهم مجموعه كبيره جدا من الاسلحه الخاصه، وبيبداوا يضربوا عليهم نار. فبيجري كل الناس من المكان بسرعه وبيبدا ناكلز يضرب فيهم ويقول فينك يا سونيك الكلب، تضحك عليا انا وتقول لي مفيش اشرار يا رب ليش يا رب ليه؟ المهم انه بيقدر يقضي على العميل مايسون وبيبقى فاكر انه كده فاز، بس ويلوبي بتستخدم مسدس خاص وبيفتح بوابه، وساعتها بتحبس ناكلز في صندوق ازاز. ولما بيبص وايت حوالين منه بيلاقي سلاح واقع على الارض، فبيقرر يستخدمه في انقاذ ناكلز، وبيمشي ورا العاملين لحد ما بيوصلوا لفندق مهجور. ولما بيبدا ناكلز يفوق ويبص حواليه بيلاقي نفسه محبوس في صندوق زجاجي ومحطوط في وسط الفندق، والعملاء قاعدين حواليه، فبيبدا يشتم فيهم ويهددهم بكل عصبيه. بس ويلوبي بتقول له انها بتدرسه بقالها سنتين، وده معناها انها تقدر تقضي عليه وبكل سهوله لانها عارفه نقاط ضعفه وقوته. وفي الوقت ده بيروح وايد يجيب شويه حاجات علشان من وجهه نظره انه يقدر ينقذ بيها ناكلز وتساعده في خطته، وبيبدا يتخيل نفسه جيمس بوند بعد ما لبس النضاره السوداء، وبيجيب علبه بنزين ويغرق بيها الفندق بالكامل من غير ما حد يحس بيه، لو ايه كمان بيتزحلق على البنزين، وده بيخلي العميل مايسون يقع بسببها وكده يكون اتخلص منه. وبعدها بيجيب حبال لزوم الاكشن وكده علشان ينزل بيها من سقف المبنى، وطبعا بنلاقي وينوبي مشغوله بالكلام مع ناكلز
فبيجيب ولاعه وبيرسول وبيحرقها، حاجه في منتهى البساطه. وفي اللحظه دي بيفوق على صوت الموظف وهو بيقول له عايز حاجه تانية طيب، فبيرجع للواقع تاني بعد ما كان انقذ ناكلز خلاص في احلام اليقظه بتاعته، وبيروح للفندق اللي محبوس فيه ناكلز، وده بفضل جهاز التتبع اللي كان زرعه في عربيتهم. بيقوم لابس القفازات اللي سرقها من ويلوبي، وعلشان هو في منتهى الذكاء بيخبط ايديه في بعض كنوع من انواع التسخين، فبتشتغل القفازات وبتطلع طاقه كبيره بتفقعها على الارض، وبتطير منه علبه البنزين اللي بتنزل جوه عربيه الشرطه اللي كان مليئه العاب ناريه. وعلى ما اعتقد ان الخطه باظت وان العملاء هيطلعوا يمسحوا بكرامه اللي مخلفينه الاسفلت، وفعلا بيقرر العملاء يشوفوا ايه سبب الصوت العالي ده، وبيتصدموا لما بيشوفوا وايد واقع على الارض والالعاب الناريه عماله تفرقع حوالين منه. وبعد شويه القفاز بيبدا يعمل حركات غريبه ويتحول لصاروخ وياخد وايد يطير بيه شويه وبعدها بيرميه جوه الفندق. فبيقول مايسون انه هيدخل يطمن على ناكلز، وفي طريقه بيلاقي القفاز واقع على الارض، فبيروح وايد يستخبى بسرعه بدل ما ياخد القفاز، فبياخده مايسون ويلبسه في ايده ويقدر يلاقي وايد بسهوله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبيفضل يضرب فيه ويمسكه من رقبته علشان يموته، بس في اللحظه دي تليفونه بيرن، فبيستغل وايد انه مشغول في مكالمه، مش عارف انا مكالمه ايه المهمه اللي لازم يرد عليها دلوقتي، احنا في خناقه يا عم. وبيقوم مطلع له كاتشب حار نار الجديد ويقوم رشه في عينه، وبتبدا عينه تتحرق، فوايد بيستغل الفرصه وبيضربه بفرده القفاز اللي معاه، فمايسون بيقع على الارض بعد ما بياخد الحيطه في طريقه. اموت انا في ترتيب الاحداث. وفي الوقت ده ويلوبي بتكون واقفه تتريق على ناكلز وبتقول له يا اخي بالله عليك ده شكل واحد انت جايبه علشان ينقذك، ده ولع في عربيته من غير ما نعمل له حاجه، ده مش محتاج حد يحاربه، ده كفايه عليه دماغه التعبانه. بس فجاه بيدخل وايد ويرمي القفاز على الصندوق اللي فيه ناكلز بشكل متهور لدرجه انه كان هيخلص عليه بدل ما ينقذه، فبتتملى الدنيا بشعاع احمر ودخان وما بيبقاش في حد شايف حاجه. ولما بيروح الدخان بيكتشف ان ناكلز قدر يتحرر خلاص، ويلوبي وقع على الارض قدامهم، فبيروحوا يخرجوا من الفتحه اللي اتعملت بقوه القفاز يعني من شويه كده، بس بيتخضوا لانهم بيلاقوا نفسهم على مسافه كبيره جدا من الارض. فبيقرر ناكلز انه ينط من فوق وهو ماسك وايد، ولما بينزلوا على الارض بيلاقوا عربيه واقفه على جنب الطريق، فبيطلب من وايد انه يسوقها ويخرجهم بسرعه من هنا. بس بعد مسافه كده وايد بيوقف العربيه على جنب وبيقول لناكلز انا جعان، تعالى ناكل من عربيه الاكل دي واعتبر ان الاكله دي بمناسبه الانتصار على الاعداء. بس ناكلز بيستغرب وبيقول له انا مش شايف اي انتصار في الموضوع، انت كنت هتموتني من شويه. بس وايد فعلا بيقدر يقنعه ان ده انتصار يا عمنا، وده افضل وقت يحتفلوا فيه، وبعدها يروح يدربوا على بطوله البولينج في ميامي. وفي الفندق بيكون مايسون اعترف بالفشل خلاص وقبل بالهزيمه وبيجهز نفسه عشان يرجع للبيت، بس ويلوبي بتقول له انهم بيتعاملوا مع مجرمين خطر جدا، ولو الدكتور ايجمان عرف ان ناكلز فلت من تحت ايديهم دي هتكون نهايتهم. ومايسون وقتها بيغير رايه وبيقعد يفكر معاها في خطه جديده للقضاء على ناكلز ووايد. وفي نفس الوقت بيبقى وايد وناكلز قاعدين مستمتعين بوقتهم، مش قوي يعني لان ناكلز بيعترض على نوعيه الاكل اللي بياكلها وايد واللي بتكون كلها دهون بعيدا عن انها كلها مقاطعه. المهم ان هو بيقعد يجلد في وايد بيقول له انت راضي عن نفسك؟ طب امك راضيه عن وزنك ده؟ فبيقول له ايوه يا عم. فبيرد عليه ناكلز ويقول له طب انت وامك متقبلين الدنيا يا عم، ايه ذنب الكرسي الغلبان اللي انت قاعد عليه؟ لغايه ما بيقول له والله ماني طافح، انا اصلا غلطان اني سمعت كلام انفد من الاول. وبيتوكلوا على الله بيكونوا مشغلين الراديو، بس فجاه البث بيتقطع وبيبدا المذيع يقول ان وايد مطلوب للعداله لانهم لقوا البصمات بتاعته على القفاز اللي في الفندق، لو كمان في مكافاه للي يقدر يلاقيه. وبيبدا وايد يحس بالتوتر والخوف، بس ناكلز بيهديه ويقول له ما تقلقش، احنا دلوقتي لازم نلاقي مكان نرتاح فيه وبعد شويه نبقى نقرر هنعمل ايه. بس الموضوع بيبقى غريب شويه لما بيروح فجاه كده لبيت امه اللي بقاله كتير ما راحلهاش، وبيطلب من ناكلز يستخبى كده لغايه ما يمهد لامه انه معاه كائن فضائي على شكل انفد احمر بيتكلم زي البشر، عنده قوه خارقه تقدر تدمر المدينه بالكامل، وعايزه يعيش معاها في نفس البيت. موضوع بسيط يعني. ولما امه بتفتح الباب بتلاقي ابنها العاق في وشها اللي ما ظهرهاش بقاله 3 سنين، ومن وراها بتظهر اخته واندا اللي بالمناسبه بتكون شغاله في مكتب التحقيقات الفيدرالي ودايما بيتنافسوا مع بعض في الشغل. فبيستغل وايد الفرصه وبيقول لهم ان هو معاه واحد صاحبه وعايز يعرفهم عليه، بس لما بيخرج ناكلز قدامهم امه بيغمى عليها من الصدمه، بس بعد شويه بتفوق وبتستقبل ناكلز عادي، لو كمان بتعزمه انه يتعشى معاهم يوم السبت الجاي. وبمجرد ما وايد بيسمع امه بتقول العشاء يوم السبت الجاي يبدا يفتكر ذكرياته اليوم ده اللي كانت دايما بتنتهي بان واندا كانت بتنكد عليه وبتخليه مرعوب، بس مش بيعرف يرفض لان فات الاوان صح. وبيلاقي نفسه قاعد على السفره يوم السبت مع امه وناكلز وواندا، بس واندا بتبدا ترخم عليه وتاخد منه المعلقه وترميها بعيد، والام بتخليها تسكت وبتقول لك فارغ خامه بقى، هو عيل عاق ما زارش امه بقاله 3 سنين، فاشل في شغله في حياته بشكل عام، ماشي مع كائن فضائي ما حدش يعرف مله اللي مخلفينه ايه، بس ما يستحقش انك تتريق عليه، خش جيب السكينه من المطبخ. وايد بيبدا يحكي لهم انه اتغير عن زمان وان الشرطه رخصت له مسدس وبقى يشتغل بيه عادي، بس واندا
بتفضل تتريق عليه وبتقول له انت لا كدابه، انت بتخاف من خيالك اصلا. وبيفضلوا هما الاتنين يتخانقوا لغايه ما وايت بيتقمص ويقوم من على الاكل خالص علشان يطلع اوضته. وبتحاول امه تخليه يرجع يقعد معاهم لانه نادرا لما بيقعدوا مع بعض، وده خصوصا بعد ما ابوهم تخلى عنهم. بس وايت بيكون مش عايز يسمع اي حاجه وحشه عن ابوه فبيسيبهم ويمشي. وفي مكان تاني بيكون في عصابه قاعدين بيدوروا على صيده سهله وبيلاقوا صور وايت ضمن المطلوبين، فبيقعدوا يعملوا خطه علشان يقدروا يمسكوه بيها وياخدوا المكافاه. وفي الوقت ده بيدخل ناكلز عند وايت في الاوضه بتاعته، وبيتفاجئ لما بيلاقيها مليانه صور وبوسترات لاشخاص كتير وكلهم ابطال. وايت بيقول له ان دول ابطاله المفضلين واللي من ضمنهم ابوه واللي كان من امهر لاعبين البولينج. فناكلز بيقول له طب هو راح فين دلوقتي؟ فبيحكي له وايت انه تخلى عن عيلته لما كان عنده 13 سنه، ومن ساعتها وهو ما يعرفش عنه حاجه. وبيقطع كلامهم صوت الام اللي كانت بتنادي عليهم علشان ياكلوا الحلويات، بس وايت بيفضل انه يقعد في اوضته. وقتها بينزل ناكلز عشان يشوف الحلويات دي بتقول ايه، بس الام بتفضل ترغي معاه وتقول له انهم كان عندهم تقليد في نهايه كل سبت بعد العشاء انهم كانوا بيعملوا حلويات ويقعدوا كعيله كده كلهم قدام التلفزيون يتفرجوا على فيلم لغايه ما الشموع تخلص. بس التقليد ده انتهى بمجرد ان الاب ساب البيت فجاه من غير ما يقول لحد حاجه. فناكلز بيقول لها لا حول ولا قوه الا بالله، الحلويات فين بقى؟ تبقى العصابه اللي عايزه المكافاه بره البيت. فبيروحوا يقتحموا البيت فجاه في الوقت اللي بيكون فيه ناكلز مشغول بالكلام مع ويندي، وبيدخلوا اوضه وايد وبيكون مش قادر يستخبى منهم. وفي اخر لحظه لما بيحس ان المكان امان بتجيله ضربه بتوقعه على الارض، بس قبل ما يأذوه بيظهر ناكلز وبيستخدم قوته في طردهم من الاوضه. وبعد كده بينزل يساعد ويندي وبيفضلوا هما الاثنين يضربوا فيهم لحد ما بيخلصوا عليهم كلهم. الحاجه برضه عملت شغل زي الفل والله. وفي تاني يوم بيصحى وايد هادي وفي منتهى الروقان اللي في الدنيا، وبينزل على السلم علشان يفطر وياخد قهوته علشان يشربها في الجنينه. بس فجاه بيلاقي حد بيشده من رجليه للشارع، وبتبقى اخته واندا واقفه مع ناكلز قدام باب البيت وبيتفرجوا عليه ولا كانه بيحصل له حاجه. وبيقرروا انهم مش هيساعدوه لانه عشان يبقى محارب حقيقي لازم يلاقي طريقه يخلص بيها نفسه من غير مساعده من حد. وبنروح لوايد اللي بيكتشف ان صديقه القديم جاك هو اللي جاي يخطفه، وجاك بيقول له انه شاف صورته في قائمه المطلوبين مقابل مبلغ وقدره يعني. وانت عارف بقى يا اخويا الدنيا صعبه اليومين دول ومفيش اولى من البيست فريند بالفلوس دي يا عم، نصصوها مفيش مشكله. وبياخد وايد يحبسه في قفص حديد ويسوق العربيه بعيد عن البيت. وبيفضل وايد يحاول كذا مره انه يهرب، بس كل مره بتنتهي بنفس الطريقه لان الصندوق اللي هو محبوس فيه مكهرب، فكل محاوله معاه بتنتهي بشويه كهرباء محترمين. فبيقرر خلاص انه هيستسلم ومفيش حل. وفي الوقت ده بتجيله مكالمه من ناكلز فبيترد فيه الروح تاني وبيبقى فاكر ان صاحبه هيساعده، بس امله بيخيب لما ناكلز بيقول له انه لازم يعتمد على نفسه ويقاتل جاك عشان يقدر يهرب. فبالكاد بيقتنع بكلامه، واول ما بيقول انا لازم اعتمد على نفسي العربيه بتاكل مطب تخليه كهرب من غير قصد ويفقد الوعي. ولما بيفوق بيلاقي نفسه في صاله البولينج، فبيتخض لما بيلاقي قدام منه المعلم باك تشاكاما، بس بيستريح شويه لما بيلاقي شبه ناكلز. وفجاه بيظهر جاك قدامه وهو لابس لبس بوما، وبيبدا يحكي له عن قصه عشيره الاسياد واللي كانوا من اقوى المخلوقات خارج كوكب الارض. بس في يوم من الايام بيجي مجموعه من البوم وبيقتلوهم كلهم، ومش بيتبقى من العشيره كلها غير ناكلز، واللي لما كبر بدا يستعمل قوته في محاربه الاشرار ويطور منها. وبيسمع وايد نص القصه وبيبقى فاكر ان العبره اللي المعلم عايز يوصلها له هو انه لازم يعتمد على نفسه وان القوه الحقيقيه موجوده جواه ومفيش غيره اللي هيقدر يكتشفها زي ناكلز كده. وفي الوقت ده بيفوق وبيلاقي نفسه لسه في القفص، فبيضرب الحديد اللي قدامه تاني وهو فاكر نفسه انه هيقدر يكسره. وكما هو متوقع صديق المشاهد وايد مش بيحقق اي انجاز غير اصابته بصدمه كهربائيه جامده بتفقده الوعي للمره الثانيه علشان يرجع للحلم ويسمع باقي القصه، واللي بيعرف فيها ان قوه المحارب الحقيقيه بتطلع من قلبه. وفي اللحظه دي بيطلع نار من سقف العربيه وبيقدر انه يخرج منها في نص الطريق، وبيتحدى جاك في مبارزه فبيقبلها على طول لان الخصم ضعيف والارض محايده. وبيروح يركب الموتوسيكل بتاعه، وايد بيركب العجله وبيمسك كل واحد منهم سيف، وعلى غير المتوقع بيقدر وايد انه يقص شعر جاك الطويل وبيوقعه على الارض، وبياخد منه الجاكيت والمكنه كنوع من انواع الاستهزاء بالخصم، وبيستفاد منهم بسرعه لانه بيروح مع ناكلز وويندي وبيسافروا بيها للمكان اللي هتتعمل فيه البطوله. وهناك بيشوف ابوه بيتوبل وهو بيتحرك في المكان مع تشجيع كبير من الجمهور. وايد بيكون متوتر لانه ما بقاش عارف المفروض يعمل ايه لو ابوه عرف انه بقى منافسه، فبينصحه وايد انه يروح يتكلم معاه، وهو كمان هيساعده بسماعه بلوتوث هيحطها له في ودنه ويكلمه منها. وبيروح وايد ناحيه ابوه علشان يفتح معاه موضوع عيلته اللي سابها زمان، بس بصراحه الموضوع بيبقى غريب لانه ببساطه بيفضل يكرر في كلام ناكلز من غير اي تفكير. فبيشيل وايد السماعه من ودنه وربنا بيفتحها عليه وبيعرف يتكلم. ولما بيلاقي ابوه مش مهتم بموضوع عيلته فبيعرفه انه جاي النهارده البطوله وهيتغلب عليه كنوع من انواع رد الاعتبار. في الوقت ده الدكتور ايجمان منخفض الاجر بيكون واقف مع مايسون ولوبي وبيبدا يزعق لهم ويقول لهم انه هيخلص عليهم علشان ما قدروش يمسكوا ناكلز، بس ولوبي بتعرفه ان هم قدروا يمسكوا ناكلز بكل سهوله والدنيا كانت ماشيه حلاوه، بس بيطلع لنا شرطي غريب كده وبكل العشوائيه اللي في الكون بيقدر يحرر ناكلز. فالدكتور ايجمان بيديهم فرصه تانية وبيقول لهم دي فرصتكم الاخيره والا بقى انتوا عارفين اللي هيحصل لكم. مهم بنرجع لوايد واللي بيكون واقف بيتمرن
بيتمرن مع زميلته سوزي علشان المسابقة، واللي بتبدأ تكون المنافسة فيها شديدة جدا بين كل المتسابقين مش بس بيت ويبل وابن وايت. وفعلا وايت بيقدر يبهر الجمهور بانه قدر يتغلب على كل المتسابقين ويتأهل للبطولة النهائية ضد ابوه. وبالليل وايت بيكون قاعد مع ابوه وبيسأله هو انت اتخليت عننا ليه زمان، فبيعرفوا انه كان غلطان وقتها ونفسه يرجع لهم تاني بس خايف لا يقابلوه بالرفض، وبيعرفوا انه كان بيحبه جدا، وبيثبت له الكلام ده لما بيوريه انه لسه محتفظ بكل الشرايط اللي كان بيسمعها زمان، وبيطلب منه انهم يتقابلوا بعد المسابقة. بتبقى واقفة بتسمع الكلام من بعيد. الو السلام عليكم. أنت مبروك، ألف مبروك، هارد لك، أنت كسبت الجائزة 200,000 ريال دولار أمريكي. بس بتمشي من غير ما تعلق على حاجة. ولما وايت بيروح لها تقول له خلي بالك من أبوك لأن أبوك غدار بشكل أنت ما تتوقعوش، هقول لك بحبك وبتاع لأن أنت منافس قوي، هو عايز يلعب على مشاعرك فخد بالك منه يا ابني واستعمل قبضة البعبع. بني بني بني. وايت بيسمع كلامها وبيقول لها ما تقلقيش. ولما بتروح تركب الاسانسير علشان تمشي بيكون مايسون راكب معاها، يا مساء الصدف. ولما بيروح وايت لبيت ابوه بيفضل يبص حوالين منه بانبهار لحد ما بيتصدم لما بيلاقي واندا مربوطين قدامه ومايسون ويلوبي واقفين فوق دماغهم بالسلاح، فبيعرف ان ابوه تخلى عنهم وسلم اخته وامه تسليم اهالي، ويقول له معلش يا ابني اسف والله بس الشغل شغل وانا حاسس كده والله اعلم انك ناوي تكسب، والكلام ده ما ينفعش معاه. وبتهدده ويلوبي وتقول له انه لو ما جابلهمش ناكلز هتخلص على ام واخته، وبتقول له ما يعملش فيها ذكي ويروح يحذره في التليفون لان هي هتعرف. لما بيروح وايد عند ناكلز بيقنعه يروح شقه ابوه من غيره، واول ما بيقف الاسانسير بتفضل ويلوبي ومايسون يضربوا نار ناحيته من غير ما يعرفوا حتى مين جوه. ولما بيشوفوا ناكلز ايه اللي جراله بيكتشفوا انهم كانوا بيضربوا نار على دميه شبه ناكلز، وبنعرف انه كان سامع كل حاجه اتقالت عليه عن طريق السماعه اللي كانت في ودن وايد. وبيتفاجئوا لما بيلاقوا ناكلز فوق دماغهم وبيقول لهم مفاجاه مش كده، وبيضربهم هما الاثنين بكل سهوله. عايز انت من واحد ضرب سونيك في الجزء الثاني. المهم ان الخناقه اللي دايره دي بتدي مجال لوايد انه يروح يحرر عيلته، وبعدها ناكلز بيفتح بوابتين شبه البوابات اللي بيستعملها سونيك وبيرمي فيهم العملاء لكوكب الفطر. وبيجي اليوم اللي فيه نهايه بطوله البولينج مع وايد ضد ابوه، وبيكونوا هما الاثنين واثقين من نفسهم جدا وبيوقعوا كل القطع الخشبيه اللي انا مش عارف اسمها دي بكره البولينج. وبتيجي اخر جوله وبيبدا الاب يرمي الكوره فبتوقع كل القطع الخشبيه ما عدا واحده، ولما بيجي الدور على وايد بيقدر يوقعهم كلهم ويكسب البطوله. في وسط الاحتفالات والكلام ده ناكلز بيسمع صوت عالي بره فبيطلع علشان يشوف اللي بيحصل، ولكن بيتفاجئ ان الدكتور ايجمان واقف مستنيه بره بروبوت متطور، وبيعرفه بالحب كده ان هو ده الآلي اللي قدر يقضي بيه على قبيلته. يعني باختصار كده ان مش قبيله البوم هم اللي قضوا عليهم، وما بيبقاش ناكلز قوي كفايه علشان يقدر يقاتله لوحده، وده بيخليه يسحب منه قوته بالكامل لحد ما بيفقد الوعي وبيرميه على الارض. ولما وايت بيعرف اللي حصل بيطلع بره علشان يساعد ناكلز، وبتدور معركه شرسه بينه وبين الدكتور ايجمان، وبيقوم ناكلز يستعمل اخر شويه قوه عنده في مساعده وايد للقضاء على عدوهم، وفعلا بيقدر يسترجع قوته اللي سحبها منه الآلي، وده اللي بيضعف الآلي بزياده. وقتها بيستغل الفرصه ويوقع عليه كره البولينج العملاقه دي، وبعدها بيقعدوا يحتفلوا مع وايد بكاس البطوله، وبيبقى فرحان جدا لان هو دلوقتي ما كسبش البطوله بس ده تغلب على خوفه وبقى شجاع وظبط الظبط. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشير الفيديو مع اصحابك اللي بيحبوا النوعيه دي من المسلسلات. وقبل ما نقول سلام بقى، ماذا تريد أيها العبد؟ احب انا بقى ايه اطلع روح الناقد اللي جوايا، والله ما مشخصنها مع صناع المسلسل، والله اقول لك اشخصنها عادي، انا عندي 25,000 مشترك يالا. ولو اتكلمنا جد انا شايف من وجهة نظري ان المسلسل ده متكروت بشكل مش طبيعي. ضيف على كده ان الشخصيه اللي المفروض رئيسيه في الفيلم اي بني ادم هيفكر هيقول لك بس ده ناكلز اسمه ناكلز تمام يبقى بيتكلم عن الشخصيه ناكلز، يعني المفروض بتعرفنا تفاصيل اكتر عن الشخصيه صح، المفروض تشوف لي قصه حلوه بتفاصيل اكتر عن الشخصيه، بس اكيد مش هديك اللي في دماغك يعني، ده انا هشوف لك اكتر شخصيه كانت شخصيه ثانويه في الفيلم واكلمك عنها وبروزها لك كده. ده من كتر ما هو كان شخصيه ثانويه في فيلم سونيك 2 محدش من النقاد اتكلم عن طريقه تمثيله، او يا عم حتى اللي بيلخصوا افلام ما يا جدع ما فيش حد ذكره في حاجه، يعني ده من ضمن الحاجات اللي قصوها وكملوا شغل عادي. يا جدع تصدق انت لو جبت لي مادي ولا جوزها وخليت القصه كلها تتمحور حوالينهم الاثنين انا ما عنديش مشكله، لان هم يعتبر كانوا من الشخصيات المساعده في الفيلم بتاع سونيك اللي هم ايه قوموا الفيلم وبيتوه معاهم في بيتهم ومش عارف ايه، كان في حركه كانوا معروفين. فانا عن نفسي شايف ان المسلسل ده اخد اكبر من حجم، حتى في الاعلانات وقت ما نزل ما كانوش حاطين وايد خالص او ممكن مشهد او مشهدين، ولكن في الغالب كانوا عمالين يظهروا لك ناكلز وهو عمال يجري، ناكلز وهو بيتمرن، ناكلز وهو مش، فناكلز كان موجود في المسلسل لمجرد التسويق، ودي انا شايفها حركه مش احسن حاجه بصراحه. المهم ان احنا كده خلصنا فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتقطع علاقتك مع اصحابك اللي بيحبوا النوعيه دي من المسلسلات. سلام يا اخي، اعمل لايك القناه بتموت، اعمل لايك الريتش رايح في داهيه.